وفي احلى من كده حلو علشان يحلي على الحلو. جبت كيلو بطاطا غسلتها كويس جدا وقشرتها وقطعتها دوائر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ونزلت بقى بيها في الحله على طول وعليها كوبايه من الميه. غطيتها بقى ورفعتها على النار لحد ما اتسلقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهرستها بالهراسه بتاعه البطاطا. ولا تانية بقى حطيت لتر من اللبن، حطيت عليه 2 باكت من الكريم كراميل اللي هو البودر اللي بيكون جوه، قلبتهم بقى كويس جدا جدا كده مع بعض. وجبت الصينيه اللي انا هشتغل فيها، حطيت بقى الكراميل اللي بيجي مع الكريم كراميل. بعد كده بقى نزلت بقى بالخليط بتاع الكريم كراميل على البطاطا، وحطيت معاه باكت من الفانيليا وضربتهم كده بالهاند بلندر. برده تقدروا تضربوهم بالخلاط لحد ما يوصلوا القوام الناعم ده. حطهم على النار وفضلت بقى اقلب لحد ما هم غليوا مع بعض كويس جدا، وبعد كده صفيتهم بالمصفى ونزلت بقى بيهم على الصينيه اللي انا حطيت فيها الكراميل وعلى طول على التلاجة. ساعتين 3 في التلاجة هيمسك وهيبقى قوامه متماسك وحلو جدا. هيتقلب معاكم بقى بكل سهوله وشكله حلو جدا، وكمان بقى طعمه يجنن، وكمان هتلاقوه كده ناعم. واحلى حاجه فيه كمان ان هو ما فيهوش سكر كتير، فهيبقى مناسب جدا للاطفال. استغلوا موسم البطاطا بقى اول ما يطلع واعملوا الحلو ده، علشان مفيش احلى من كده.